يا اخي والله العظيم الواحد متضايق بطريقه مش طبيعيه. اول رمضان هيجي عليا من غير ابويا وامي، والواحد يعني على اخره، ويعني نكد ما بعده نكد. عمال بقى عارف انت ايه، يعني افتكر برضو ايام ابويا وامي الله يرحمهم. اول يوم رمضان ده اللمه والعيله وفاهم. لما تيجي برضو عليك رمضان كده تلاقي نفسك لوحدك. ابوك وامك خلاص مبقوش موجودين ولا حد متجمع معاك. حاجه تزعل برضو يا مندو. بس هنقول الحمد لله، يعني الحمد لله راحوا للي خليهم، وهم اكيد في مكان احسن يعني ان شاء الله. متجيبليش بقى سيرة الموضوع ده، عشان انا بالنسبة لي شهر رمضان والله العظيم 3. بص انا بقالي يجي شهر ايوه. مش على بعضي بسبب شهر رمضان ده. الدنيا بايظة في وشي ومقفلة، وبص حاسس ان في حاجة غلط، حاسس ان انا ناقصني حاجة بجد. ليه؟ بجد يعني. ليه يا عم؟ انت الحمد لله لمة العيله موجوده. ربنا يديهم طول العمر ابوك وامك، ويعني ليه؟ ايه اللي انا مزعلك؟ اهم حاجه قسما لمة بالله العيله. حاجة يعني بصراحة صعبة جدا. محمد رمضان مش هيعمل مسلسلات السنة دي. ايه؟ يعني الوقت ايه؟ محمد رمضان مش هيعمل مسلسلات، فبصراحة تلاقي الوضع اه. أصلا اللي هو خانقة من كل حاجة يعني. طيب وعزة وجلال الله، لو ما نزلت من العربيه دلوقتي يا مندو قسما بالله لارقعك علقه هتفتكرها طول عمرك. انزل يا ابن انزل انزل هنا. انزل يا اخي، انزل غرفه ده هنا